تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم نناقش مفهوم الأسرة المسلمة في الكتاب والسنة ومقارنتها بالواقع الإريتري المسلم. ضيفي هذه الحلقة الدكتور حسن سلمان الباحث في القرن الأفريقي، والشيخ محمد عبد الله محمد سعيد الجبرتي الداعية المعروف. باسمكم جميعا أرحب بالشيخين الجليلين، كما أرحب بكم مشاهدي الكرام على قناة السلام. سألني الله تعالى أن يجعل حلقتنا هذه حلقة مباركة موفقة ماتعة بحول الله وقوته. تتابعون معنا إن شاء الله على رقم الواتساب 0044 7947831417، كما يسرنا ويسعدنا أن تبقوا معنا على وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والتويتر وما إلى ذلك، فأهلا وسهلا بكم. أبدأ هذه الحلقة بضيف الكريم. أهلا وسهلا شيخ حسن، حياكم الله. حلقتنا عن الأسرة المسلمة، ما مفهومها في الشرع وما أهميتها برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التحية لك وللمشاهدين والمستمعين الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقة مباركة ومفيدة لكل مستمع إن شاء الله. حقيقة فيما يتعلق بمفهوم الأسرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي تلك العلاقة التي تنشأ بشكل مشروع من خلال ارتباط رجل بامرأة عبر عقد صحيح، وينشأ عن ذلك المودة والرحمة، وينشأ عنهما بعد ذلك الذرية والأحفاد. هذا باختصار شديد إذا أردنا أن نعرف ما هو. وليس بعيد حقيقة مفهوم الأسرة في القرآن الكريم عن مفهوم الأسرة بشكل عام، لأن مفهوم الأسرة ارتبط في الظاهر البشري، ارتبط بشكل عام بالأديان، لأنه فيها قضايا الحقوق وفيها الارتباطات المشروعة إلى غير ذلك، فارتبطت عموما مسألة الأسرة به. مع أننا إذا أردنا أن نقف كمفردة في القرآن الكريم نجد أن مفردة الأهل هي المعبر عن هذا المعنى: قوا أنفسكم وأهليكم. فتلاحظ أن القرآن الكريم يشير إلى معنى الأهل وسار بأهله. فمصطلح الأهل سبحان الله هو من المصطلحات المهمة جدا في القرآن الكريم. ولكن نلاحظ المفهوم قد يضيق ويتسع، قد يكون عبارة عن علاقة بين رجل وامرأة وأولاد يجمعهم سقف واحد، وقد تتسع هذه العلاقة لما يمكن أن نسميه، ونجد أيضا أصوله في القرآن الكريم، وهو أن تتسع الأسرة لتشمل ما هو أوسع من ذلك، لتشمل العصبات وتشمل ذوي الأرحام، أو تشمل الآباء والأجداد وتشمل الأحفاد. القرآن الكريم مثلا هنا يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. لاحظ سبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى يذكر قضية الأحفاد والأبناء والأزواج، ثم يذكر بعد ذلك مسألة النعمة.
فيشير بذلك إلى أن هذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، قضية التزاوج وقضية البنوة والأحفاد، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه النعمة إما أنها تقابل بالشكر وإما أنها تقابل بالكفر، ولذلك الآية ختمت أفبالباطل يؤمنون. فكأنما الذين لا يرتبطون بهذا الرباط الشرعي لا يقدرون نعمة الله سبحانه وتعالى ويتجهون بدل شكر النعمة إلى كفرها. طيب دكتور حسن، كيف يرتبط الرجل بامرأة؟ ما هي الوسائل الشرعية لارتباطه بها؟ الوسيلة الشرعية المعهودة على الأقل وهي الأكثر اشتهارا هي مسألة العلاقة من خلال العقد الشرعي الصحيح، أن يتقدم رجل لامرأة من خلال الوسائط المختلفة على كل، عبر النساء، عبر الأهل، عبر يرتبط، يتعرف على امرأة، ثم يحصل الخطبة، ثم بعد ذلك تحصل عملية العقد الصحيح الذي يحدد وجود أو انتقال العلاقة من علاقة تعارف عادية أو تواصل عادي إلى علاقة ينشأ عنها نوع من الارتباط، ثم تنشأ عنها حقوق وواجبات بعد ذلك، وتنشأ عن هذه العلاقة بعد ذلك قضية الأبناء وغيرهم. يعني يتقدم إلى أهلها فيخطبها من ولي أمرها ويعطيها مهرها. نعم. ويحصل هذا أيضا بشهادة عدول، وكذلك يحصل نوع من الحفل فيتم الزواج ويكون الأبناء شرعيين. نعم. شيخ محمد عبد الله، عندنا في المالكية طبعا مسألة الإشهار قد تكون أهم من الإشهاد. يعني هي فيها الولي وفيها الخطبة وفيها لكن في مسألة الإشهار، وهو أن الحفل لا والأمر لابد أن يكون مشهور بين الناس، هذا بالذات عند المالكية. يعني وهذا الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. فرق ما بين السفاح والنكاح الإعلان. النكاح كما قال عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد عبد الله، نرحب بكم في هذه الحلقة ونشكركم على موافقتكم لهذه الاستضافة الطيبة. حدثونا عن واقع الشعب الإريتري، ما مدى محافظته على هذه الأركان الشرعية المهمة في تطبيق الزواج الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أحب أن أشكر شبكة السلام على هذه الاستضافة الطيبة المباركة. ثانيا، لا زيادة على كلام الدكتور حسن، وهو أجاد وأفاد، ولكن الفقهاء يقولون الأسرة، قبل أن ندخل في الأسرة الإريترية، الأسرة تتكون من 3 عناصر أساسية. العنصر الأول الأصول، والمقصود بالأصول هم الأب والأم، وإن علوا، يعني قد يمتد إلى أبو الأب وأم الأم وما إلى ذلك. ثم الفروع، والفروع هم ما تفرع من الأب والأم، اللي هم الأبناء وأبناء الأبناء وأنت نازل. ثم الحواشي، والحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام وأبناء الأعمام، على حسب التضييق وعلى حسب التوسيع الذي ذكره الدكتور بارك الله فيه. الأسرة الإريترية منذ قديم الزمان، منذ أن دخل الإسلام إلى أرض إريتريا إلى وقتنا الحاضر، وهي تسير وفق التعاليم الإسلامية الأساسية في بناء الأسرة المسلمة، ليتكون المجتمع الإسلامي الإريتري. وما زالوا كما ذكر الدكتور قبل قليل أن الرجل إذا أراد أن يرتبط بامرأة يتقدم إلى أهلها من خلال العزوة. يأخذ الرجل والده وأعمامه وأخواله، وربما بعضا من عشيرته، يتقدمون على حسب كل قبيلة لها طقوس ولها يعني عادات وتقاليد، تتقدم إلى الأسرة التي تريد أن تخطب منها، وبطرق معينة. نذكر نموذج منها: يأتون ويقفون ويطلبون الفتاة، يقولون نريد ابنتكم فلانة زوجة لابننا فلان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأهل يتقبلون، يقولون لهم تفضلوا واجلسوا قبلناكم وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك يبدأون يتفقون على بقية المراسم والأساسيات الزواج من المهر وما شابه ذلك. ومن المعلوم أن الأسرة الإريترية
لا تضخم موضوع المهور والمغالاة في ذلك، بل هي تزوج أبنائها وبناتها بأبسط الطرق دون أن تكلف الرجل يعني الهالة التي يعني ندركها عند كثير من الشعوب. فلذلك الأسرة المسلمة الإريترية تتكون بيسر وسهولة إلى أن يتزوج الرجل امرأة، ولربما كان قبل ذلك أن هذا الرجل قد لا يستطيع أن يفتح بيتا، يكون تحت كنف والده، يظل يعيش تحت كنف والده إلى فترة يعني ليست بالقليلة، ثم ينفرد هو ويأتي أخوه الثاني، وهكذا تنتشر الأسرة المسلمة الإريترية، مما دل على أن يعني التعاليم الإسلامية في تخفيض المهور وبركة المرأة وبركة الرجل وما شابه ذلك تتوفر في الأسرة المسلمة الإريترية، وهذا مما يميز الأسرة الإريترية. وما زالت هذه الأمور إلى الآن، حتى وإن خرج الإريتريون إلى المهجر، وما زالوا في المهجر أيضا على حسب الزيادات التي تكون في الدول التي يعيشون فيها، ولكنهم لا يغالون ولا يخرجون عن هذا الحد إلا ما شذ منهم وهم قليل. طيب. وما زالت هذه الأمور مستمرة. يعني قضية الخروج عن هذا المنهج الإسلامي هي يعني تعتبر أمور شاذة لا تذكر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ محمد، جزاك الله خير. فيما يتعلق بالخطبة، نجد أن بعض الأسر ربما يعني تعليقكم في ذلك، لكن ربما يسمح لابنته المخطوبة قبل العقد بالخروج مع خطيبها ومحادثته، وهي تحادثه ويحادثها، وربما خرجوا سويا بحجة حتى أتعرف عليه ويتعرف عليه. هذا موجود. كيف ترون من حيث الظاهر أو عدم من ذلك، وكيف ترونه؟ هل هو أيضا موافق للشرع أو لا؟ أولا أقول بالنسبة لمثل هذه الظواهر، أتوقع أو أعتقد أنها لم تظهر إلا في العصور المتأخرة، وكانت عادات آبائنا وأجدادنا تقضي بأن الرجل إذا أراد أن يخطب المرأة يخطبها على حسب الأعراف والشرائع الموجودة ويكتفي بذلك. هذه الأمور صارت في الآونة الأخيرة، وأعتقد أنها ليست بالكثرة التي تكون ظاهرة، وإن كانت موجودة طبعا المخالفات الشرعية موجودة في الزواج وفي غير الزواج، وهي من الأمور التي يستنكرها الشرع، لأن هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل إلا بعقد شرعي، فبالتالي لا يجوز له أن ينفرد بها وأن يخرج بها وما شابه ذلك بحجة التعرف عليها، هذا لا يجوز. إنما يفترض أن ينهج المنهج الإسلامي الأصيل، وهو أن يسأل عن هذه المرأة من خلال أهلها ومن جيرانها وما شابه ذلك، وهم أيضا يسألون عن الفتى ثم يحدث الارتباط. غير ذلك هذا خارج عن حدود الشرع، ولا يجوز للمسلم أن ينهج مثل هذا المنهج، لأنه قد يؤدي إلى عواقب لا تحمد. طيب أحسنتم. نحن سنتطرق إلى ما أشرتم إليه، ربما يكون فعلا شاذا كما ذكرتم، زواج المرأة المسلمة من النصراني. ما مدى انتشاره في داخل إريتريا وخارجها؟ نسمع الحقيقة ونجد استنكار كبير من الشعب لهذا الموضوع، ولكن في الآونة الأخيرة يبدو لي أنه بدأ كأن الناس بدأوا يستصيغونه. كيف تقرؤون ذلك؟ أولا لا بد أن ندرك تماما أن هذا ليس من عاداتنا ولا من تقاليدنا، وديننا الإسلامي ينفي ذلك ويستنكره. لم يحصل هذا الأمر إلا من خلال وجود هؤلاء الناس في أماكن معينة، ربما أدى إلى وجودهم في هذه الأماكن إلى الجهل العظيم أو إلى الضغوطات التي حدثت لهم من جهات معينة، مما أدى إلى حصول مثل هذا الأمر. بدأ الناس بعد ذلك يتساهلون في هذا، وهم قلة قليلة. نحن لو نظرنا إلى تركيبة الشعب الإريتري ككل، الشعب الإريتري المسلم، ستجد أن الذي حدث في مثل هذه الوقائع يعتبر قليل جدا. طيب. ولكنه أمر مستنكر، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طيب، نصيحتكم للمرأة التي هي تحت النصراني حاليا، المرأة المسلمة الإريترية
التي هي الآن تحت النصراني وقد أنجبت منه وهي على دينها كمسلمة، ولا تزال تحت هذا النصراني الكافر، ما هي نصيحتكم لها؟ إن كانت تعتقد بدين الإسلام وأنها ثابتة على دينها ينبغي لها أن تنفصل عنه فورا، ليس فيها مجال للمعالجة إلا الانفصال. لأنه حتى لو نظرنا أنه في عقد كما يزعمون أن هذا عقد باطل، لأنه لا يجوز أن ترتبط امرأة مسلمة برجل غير مسلم أيا كانت جهته. فبالتالي نقول لها أن هذه المعيشة التي تعيشينها معيشة باطلة لا تجوز لك، وأن هذا ستحاسبين عليه. ما هو واجب الشعب الإريتري تجاهها خصوصا المسلم؟ ينبغي له أن يرعاها وأن يعني يقف معها حتى تتخلص من مثل هذا الموقف الأليم، لأنه يعني هناك ملحظ مهم، بعض الأهالي يهاجمون مثل هذه الفتاة هجوما شرسا مما يؤدي إلى ثباتها على موقفها، هذا أولا، هذا كأخف الأضرار، وربما إلى أنها ممكن أن تترك الإسلام. نحن مطالبون بأن نحتويها وأن نرعاها حتى تستطيع أن تتخلص. وأنا أعرف نماذج كانت وقع منهم مثل هذا الأمر، وبرعاية الأهل بفضل الله عز وجل انفصلت وأصبحت الآن في مأمن ولله الحمد. يعني يجب على الأهل أن يناصحوها ويذكروها وأنها على خطأ ضروري جدا باستمرار، وأن لا يبتعدون عنها. دكتور حسن، ما هي الأسس التي بنى الإسلام عليها الأسرة المسلمة؟ الأساس الأول في موضوع بناء الأسرة المسلمة هو موضوع أن يكون هنالك ارتباط من خلال الشرع، وليس كما كنا نتكلم قبل قليل. يعني الآن لاحظ، بعد أن يحصل ارتباط وهذا الارتباط غير مشروع ولا يقره الشرع، تبقى في مشكلة كبيرة جدا اجتماعيا ودينيا. تمام. دينيا أنك وقعت في مخالفة شرعية لا يرضى الله سبحانه وتعالى عن هذا النوع من الزواج، هذه واحدة. اجتماعيا سيكون هذا الزواج مستنكر ومنبوذ، وبالتالي أنت في مشكلة اجتماعية ما بين أهلك وأولادك على وجه التحديد. والإسلام يحرص على أن هذه الأسرة عندما يحصل فيها إنجاب يحصل امتدادات بطبيعة الحال، لأن المصاهرة توجد علاقات. هذه المسألة مهمة جدا. وهنا طبعا نحن نشير إلى أن هذه المشكلة لم يعرفها الشعب الإريتري على الأقل قبل الثورة. يعني لم يكن هنالك مشكلة بهذا النوع، الحالة الدينية والاجتماعية كانت متماسكة. جاءت الثورة وأوجدت على الأقل، أخرجت طبعا بطبيعة الحال النساء مع الرجال، ونشأت عزلة ما بين حالة الثوار وحالة المجتمع. ولكن لاحظنا نشوء مشكلات كبيرة جدا بعد أن عاد هؤلاء إلى ذويهم وإلى أهلهم. لكن بصراحة يا شيخ حسن نشيد بالشعب الإريتري استنكاره حقيقة لهذا الموضوع. نعم وعدم تقبله. صحيح. هي كما تفضل لأنها متجذرة، هي حالات شاذة جدا. نعم. وبعض الأسر الذين أعلنوا عن مثل هذا النكاح أمام حماية السلطات، فهي تعتبر حقيقة حالات شاذة جدا. لكن جرى ذكرها ها هنا من أجل نصيحة هذه الأسر وهؤلاء النسوة التي يعتبرن أخواتنا في النهاية، نصيحتهن من خلال هذا المنبر. نعم. حتى النساء التي تزوجن وهن محصنات. نعم. أيضا هذا يعتبر شيئا قليلا. واصل شيخ حسن. أحسنت. فالجانب الأول هو موضوع التأسيس على الجانب الشرعي. النقطة الثانية قضية التأسيس على التقوى. وأنا أسميها تأسيس بيت التقوى أو تأسيس بيت الدعوة. يعني عندما يتقدم رجل لامرأة ويتكلم عن قضية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يستحضر توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر الاستخلاف، أن يستحضر العمران، أن يستحضر أن تكون هذه الأسرة ترتحل من هذه الدنيا إلى الآخرة، وهي يعني مقصدنا ليس مقصدا دنيويا بحتا بقدر ما هو مقصد عظيم جدا في الانتقال إلى الدار الآخرة والجنة. وبالتالي ستلاحظ هذا أساس مهم جدا، أفمن أسس بنيانه على تقوى. فإذا نحن كل بنيان، يعني الأساس الديني مسألة مهمة جدا. تمام. النقطة الثالثة أيضا مسألة القوامة، هي من الأسس المهمة، وهي قضية التراتبية في الأسرة. تمام. يعني لا يمكن أن تؤسس حالة أسرة ونواة أسرة وهي أساس لنواة المجتمع، والمجتمع أساس لقضية الدولة ونظامها. جميل. فإن الوضع الصحيح للأسرة والوضع التراتبي في الأسرة جميل. يؤدي بنا إلى أن تكون هذه. أيضا مسألة القوامة تتفرع عنها قضية الاستحقاقات المالية. طبعا للزوج
هنالك قضايا المهر، قضايا الإنفاق، قضايا التوجيه الديني، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قضية رعاية الغيرة على زوجته وحمايتها وحرصها، وأن يكون ناصحا الإنسان لأهله ولأبنائه. هذه كلها على كل من الأسس التي يجب رعايتها ونحن نتكلم عن قضية الأسرة المسلمة. أيضا هنالك أهداف طبعا يمكن أن نعتبر تدخل ضمن قضايا الأسس، من ضمنها الأهداف الاجتماعية، وهو أن الإسلام يراعي من خلال هذه الأسرة التواصل ما بين المجتمع. فقد تنشأ علاقة أسرية ما بين امرأة ورجل من قبيلتين مختلفتين، فينشأ عن ذلك بطبيعة الحال تواصل ما بين هذه الأسر والاندماج. وهنا نحن طبعا نوجه رسالة مهمة جدا، وهو قضية الانفتاح الاجتماعي يساعد المجتمع بشكل أو آخر في قضية الصهر والتعايش والتعارف، لأنك أنت عندما تتزوج من قبيلة خارج قبيلتك فينشأ عن ذلك نوع من التواصل الاجتماعي. أيضا مسألة التعارف هي من المقاصد الأساسية داخل الاجتماعية، صحيح، الجوانب الاجتماعية. ما رأيك في التعليم؟ هل يعتبر أساس؟ بطبيعة الحال الأسرة هي الأساس الذي يتربى فيه الطفل، وهي التنشئة. نعم. ما يسمى بالتنشئة أيا كانت، تنشئة دينية، تنشئة وطنية، تنشئة اجتماعية، تنشئة ثقافية، كل ذلك بوتقته. كل مولود أيضا الأسرة من الأسس المهمة جدا، هي تؤسس لمفهوم الولاية في الإسلام. نعم. أيضا الولاية تبدأ من قضية قوامة الرجل على أسرته، ثم تتدرج معه بعد ذلك إلى الولاية العامة. فأنت النظام الأسري ستلاحظ بأنه يعلم الانضباط، يعلم الطاعة، يعلم النصح، يعلم الشورى. القرآن الكريم يشير إلى قضية الشورى داخل الأسرة. فكثير من القيم اللي نحن نمارسها على المستوى العام تنشأ ابتداء في داخل هذه أعتقد الأسرة. أيضا من الأسس الطاعة. نعم، الطاعة هذه طبعا لما تأتي إلى قضية الواجبات ما بين الرجل والمرأة، واحدة من القضايا المهمة جدا طاعة المرأة لزوجها. هذه من الأسس المهمة جدا، لأنه تتفرع عن مفهوم القوامة، تفرع عن مفهوم القوامة. أحسن الله إليكم. الشيخ الدكتور حسن، الشيخ محمد عبد الله، تحدث الشيخ حسن على أسس جميلة جدا، ملخصها تبنى الأسر المسلمة على الدين، القوامة، الجوانب الاجتماعية، التعليم، الطاعة. ما مدى سير الشعب الإريتري المسلم بأسره الكريمة على هذه الأسس؟ طيب، قبل أن نتحدث عن الأسرة الإريترية المسلمة، أيضا من الأسس التي يعني تبنى عليها الأسرة المسلمة أن يكون هناك نية حسنة لإنشاء جيل مسلم فريد من نوعه، ولا يمكن أن ينشأ هذا إلا من خلال الأسرة. الأسرة هي المحضن الأساس لإنشاء مثل هذا الجيل. إذا كانت الأسرة مبنية على أساس هش فإن المجتمع الإسلامي سينهار. فبالتالي الأساس نعتني بالأسرة أن تكون مبنية على النية الحسنة لإنشاء الجيل الإسلامي الذي يرفع راية هذا الدين في كل مكان. هذا أولا. ثانيا، من الأساسيات التي يغفل عنها كثير من الناس سواء الرجال أو النساء قضية تبادل الاحترام والتقدير بين الرجل والمرأة. وفي كثير من حالات الطلاق والخلافات ستجد أن من أساسياتها عدم التقدير وعدم الاحترام. تجد الرجل لا يحترم امرأته ولا يقدرها، وإذا احترمها وقدرها لا يقدر أهلها، وهي بالعكس أيضا نفس الكلام. فبالتالي ينشأ عنه هذا الخلاف. فمن الأساسيات يا أخي، هذه امرأة كانت معززة مكرمة في أهلها، وأنت كنت معزز مكرم في أهلك. ينبغي أن نحافظ على هذا الكيان، الرجل يقدر المرأة والمرأة تقدر الرجل. هذا أمر. الأمر الثاني قضية الواجبات والحقوق التي أشار إليها الدكتور. لا ينبغي للرجل أن يعرف ما هي واجباته تجاه هذه المرأة، وينبغي للمرأة أن تدرك واجباتها التي يعني أوجبها الله جل وعلا تجاه هذا الرجل. فإذا عرفت المرأة واجباتها وعرف الرجل واجباته فإن الأسرة المسلمة ستكون على أساس متين. في كثير أيضا من حالات الخلافات الأسرية نجد أنها ناشئة من عدم أداء الواجبات والحقوق. طيب. فيما بين الرجل طيب والمرأة. ما زلنا لم نتطرق للواقع الإريتري. أنت أضفت فقط على ما يتعلق بالأسس، وأنا أضيف أيضا من الأسس المهمة مشاهدي الكرام الإعفاف والنسل. جميل. الإعفاف والنسل كذلك من الأسس التي دعا إليها الإسلام ومن أجلها شرع النكاح. أعزائي المشاهدين، لعلكم مستمتعين معنا.
فاصل وسوف نعود إليكم. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأكارم، عدنا والعودة أحمد. الشيخ محمد عبد الله، كان الميكروفون معكم حول ما تفضلتم به من الإضافة في الأصول والأسس التي ينبغي أن يبنى عليها أو تبنى عليها الأسرة المسلمة. نريد أن نتحدث في الحقيقة عن واقع الشعب الإريتري المسلم في تطبيق هذه الأسس التي أشرتم إليها: الطاعة، الدين، القوامة، الناحية الاجتماعية، التعليم، الاحترام، الإعفاف، النسل. بطبيعة الحال الأسرة الإريترية المسلمة قد لا تخرج في النطاق العام عن الأسرة المسلمة كعموم. يوجد فيها بعض الإشكاليات، لا سيما في موضوع الطاعة. قد يوجد إشكاليات، يعني طاعة المرأة للرجل قد يوجد فيها إشكاليات، وهذه قد تكون قاسمة الظهر، لأن المرأة إذا لم تكن تطيع زوجها كما ينبغي لها في المعروف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ستكون يعني زي ما معول هدم للأسرة المسلمة. فنحن نشير إلى أنه ينبغي للمرأة المسلمة الإريترية بالذات أن تكون مطيعة لزوجها في المعروف. طيب، قد لا يكون الرجل مستحقا للطاعة أصلا، هو مقصر في بيته، فهل هذا يعني مبرر للمرأة أن لا تطيعه؟ لا، نحن نقول دائما الشخص مطالب بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، هذا الذي الواجب لم يوجبه زوجها، إنما أوجبه الله جل وعلا، فهي عليها أن تطيع الله جل وعلا في طاعة زوجها، وهو إذا قصر سيحاسبه الله جل وعلا. فبالتالي ليس من المسوغات لإخلال أحد الطرفين بحقوق الآخر أن الطرف الآخر لم يؤدي الواجب الذي عليه. طيب، هل كون يعني نلزم المرأة بطاعة الزوج، هل معناته هذا حصرنا حريتها فأصبحت حريتها محدودة، وبالتالي نكون قد جنينا عليها؟ حريتها في أن تطيع الله جل وعلا. الحرية، مفهوم الحرية أن تكون في إطار طاعة الله جل وعلا. إذا خرجت عن إطار طاعة الله جل وعلا بأن تطيع الرجل في معصية الله على سبيل المثال، خرجت عن هذه الحرية، أصبحت يعني أمة لهذا الرجل.
يعني أصبحت انتقلت من الحرية التي أمكنها الله عز وجل إياها في طاعة زوجها، انتقلت إلى العبودية. هذا هو المفهوم الصحيح. جميل. مدى اهتمام الشعب الإريتري بدينه في الأسرة؟ فطرة الشعب الإريتري مهتم بدينه، ولكن ليس بالتوسع ربما الذي نريد، لكنه بطبيعة الحال، بطبيعة الأسرة المسلمة الإريترية فيها تدين، وإن كان قد لا يصل إلى الدرجة التي ننشدها، ولكن بطبيعة الحال فيها تدين. لا قدر الله، هل يرتد الشعب الإريتري المسلم عن دينه؟ لا، لم نسمع بذلك. يعني كأسرة؟ إيه؟ كأسرة لا. إيه؟ كأفراد نادر. ونادر. الحمد لله، هذه نعمة كبيرة أن الشعب الإريتري متمسك بدينه رغم مختلف الظروف، رغم مروره بمراحل كثيرة جدا وصعوبات كثيرة، ولكن ولله الحمد لا يزال بفضل الله تبارك وتعالى متمسك بدينه. القوامة في يعني على مستوى الشعب الإريتري، القوامة للرجل، بل بشكل يعني قد يكون مبالغ فيه. الآن نحن لو نظرنا للأسرة المسلمة ستجد أن قوامة الرجل قوامة على مستوى عالي، وهذا منقول جيل عن جيل. نعم، الحمد لله. طيب. والحمد لله، ولا زال الأمر مستمر على ما هو عليه إلا فيما ندر. لكن اليوم الشيخ محمد نجد أن المرأة الإريترية بصراحة قد خرجت من بيتها وتولت حقيقة بعض المهام، بعض الأعمال، وحصل أيضا للرجل أنه يعني مرت به ظروف مادية ومالية مما اضطرت المرأة أن تخرج. هذا نسمع نحن، وأنت عليك أن تؤكده وأن تنفيه، أدى إلى انتقال القوامة من الرجل للمرأة، فأصبحت المرأة تقول: أنت ماذا قدمت لي أصلا؟ أنت ما الفائدة منك في وجودك في البيت؟ وبعض النساء تتجرأ تطرد زوجها من بيتها لأن هي التي تسدد الأجار، هي التي تقوم بتكاليف الأبناء وتقوم بكل شيء، وهو بسبب ظروفه أو لمعاصٍ سابقة قدمها اليوم أصبح هو بلا عمل. وأصبح هذه حقيقة نسمع، عليك أن تنكره أو ترفضه. العرب يقولون: قدم السبت يجيك الأحد. يعني معناه أن الرجل لو كان يقوم بمهامه وواجباته على أحسن ما يكون، وكانت المرأة معززة مكرمة عنده، اعلم تماما أن المرأة المسلمة الإريترية تحترم زوجها، بل تقدره يعني أعظم مما تتخيل. ولكن انظر لما يكون الرجل هذا رجل بطش وجبروت وظلم وتعنت، ثم في زمن من الأزمان ينكسر بسبب النواحي الاقتصادية، تضطر المرأة هذه، انظر، لرعاية زوجها وبيتها تخرج للعمل. مع ظروف العمل، المرأة تأتي من العمل تجد أن زوجها لا زال على غروره وتجبره. ماذا تتصور؟ أنا أقول ربما في بعض الدول الأوروبية ممكن تجد هذا الذي ذكرته، أنها تضطر أنها تخرج من بيتها، لكن في البلاد العربية أبدا. أنا أعرف حالات كثيرة جدا، المرأة مع أنها هي التي تعمل وهي التي تبذل وهي التي يعني تفعل كل الأشياء التي ينبغي أن يفعلها هو، إلا أنها مع هذا لا تقدر ولا تحترم. هي ليست موجة عامة للرجال، ولكن من بعض الرجال. فبالتالي لو فعلت أي فعل، نحن لا نبرر فعلها هذا، ولكن هو جميل. الذي أدى إلى جميل. نحن لا نبرر فعلها هذا. ما هي نصيحتكم لها؟ يعني أنا وقفت على قصة امرأة إريترية طردت زوجها من بيته لخلافات بينهما، فخرج فصدمته السيارة فمات. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه قصة أنا واقف عليها، ليس من نسج الخيال. نسأل الله العفو والعافية. طبعا المرأة ندمت ندما شديدا وبكت كثيرا ولكن بعد فوات الأوان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما رجل أو أيما امرأة مات عنها زوجه وهو عنها راض دخلت الجنة. والعكس بالعكس، هذا الرجل الآن مطرود من بيته لظروف مرت به، قد يكون فعلا كما ذكرت وكان مسيئا في زمن من الأزمان، وجاءت الظروف اليوم وحصلت له هذا، وهذه المرأة طردته لأنها اليوم هي صاحبة القوة. هل نقول أنت محقة
لأنه كان ظالما قديما واليوم أنت هكذا، ما نصيحتكم؟ طبعا يقولون أيضا من بدأ بالمكارم فليتمها. يعني الآن هي يعني حينما خرجت، الهدف من خروجها ليس التسلية، هي خرجت كناحية طوارئ، يعني خرجت لتعيل هذا البيت ولتصونه من الانهيار. من صيانة هذا البيت أن تصبر على هذا الزوج، فإن صبرها فيه الفرج بإذن الله عز وجل. على أقل تقدير أن أولادها سيتربون في كنف أبيهم وأمهم ولن يتشرذموا كما شكرا يحصل شيخ في محمد كثير عبد من الله، العوائل. جزاكم الله خير. دكتور حسن سلمان، استمعنا للشيخ محمد عبد الله وهو يتكلم عن واقع الإريتري المشرف والمؤلم في الحقيقة. نريد أن نعرج على حقوق الزوجين، فما يقول الإسلام في الحقوق؟ جيد، بس قبل أن ندخل في الحقوق أنا أضيف على، بما أن البرنامج برنامج قضايا إريتريا ونحن نتناول هنا الحالتين، يعني المجتمع المسلم وغير المسلم، أعتقد أن قضية الأسرة من القضايا المقدسة في الطرفين. يعني كل المكونات الدينية في إريتريا تكاد تكون قضية الأسرة صحيح. بالنسبة لهم قضية مهمة جدا. وبالرغم من أن المرأة في الثورة الإريترية شاركت في الثورة والتقت ثقافات هائلة، لكن إلى هذه اللحظة تلاحظ بأن مسألة القوامة، مسألة الأسرة، مسألة تقديس الحياة الزوجية، المبالغة الكثير جدا في قضية هذه كلها موجودة عند كل الأطراف. فهذه مسألة حقيقة نحن نشيد بها، ونتمنى أن الشعب الإريتري يذهب كثيرا في هذا الجانب، لأنه في نهاية المطاف إذا تماسكت الأسرة تماسك المجتمع، وإذا تفككت الأسرة بأي شكل من الأشكال تفككت الأسرة. يعني هذه مسألة يعني إن شاء الله نحن من هذا المنبر نتمنى أنه تجد حظها. فيما يتعلق بالحقوق، يعني من أهم الحقوق طبعا تنبع من المقاصد. فمن أعظم مقاصد الشريعة الخمسة مسألة حفظ الفروج ورعاية واستمرار النسل. يعني هذه مسألة القرآن الكريم لما يتكلم عن الزواج وكذا تلاحظ أن أعظم مقصد ينتهي إليه كل هذه الجوانب هو أننا نريد استمرار النسل البشري بشكل صحيح، ونريد أن نحافظ على الفروج، وهذا ربما أعظم والذين هم من آياتها أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فهذه مسألة مهمة جدا. وبالتالي بما أننا نحن نريد أن نحافظ على النسل بشكل صحيح ونريد أن نحافظ على مسألة الفروج، فإن الإسلام أقام مسألة الأسرة على قضية المودة وعلى قضية الرحمة وعلى قضية السكن. جميل شيخ حسن. نعم. دعني أقاطعك في هذه. تذكر بعض الدراسات، وكان الشيخ إبراهيم سراج رحمه الله ومن حقنا عليه أن نذكره في مثل هذه المجالس، يذكر أن 70% من أسباب الطلاق في الأسر الإريترية التقصير في الإعفاف، يعني في الفراشة الزوجية. هناك إذا حصل تقصير من أحد الزوجين للآخر، يعني غالبا مسائل الطلاق بين الإريتريين في هذا المجال. كيف ترد؟ هنا على كل أنا كنت أريد أن أقول بأن أهم مقصد أو أهم حق من الحقوق التي تترتب على قضية حفظ الفروج مسألة المعاشرة، وعاشروهن بالمعروف. ويدخل في العشرة قضية العلاقات التي تجعل كل من الرجل والمرأة يعف بعضهم بعضا. وهذه مسألة في نهاية هي تعود نعم للعرف، ولكن أيضا لا بد من الطرفين الاهتمام بهذه الزاوية، إن في نهاية المطاف أنت حبيس لهذه المرأة وهي حبيسة أيضا لك. الإسلام لا يبيح لأي طرف من الأطراف أن يعني يذهب الإنسان في اتجاه الحرام ليقضي مثلا شهوته. فبما أنك أنت حبيس لها في هذا الاتجاه وهي حبيسة، لا بد من أن يكون رعاية في هذا الموضوع. وكما تفضلت كثير من المشكلات ربما يعني يحدثني أحد الإخوة يقول أنا جئت من أسمرة إلى الرياض وأردت أن أعاشر زوجتي، فقالت لي انتبه لا يوجد لدينا ماء. الحنفية مقطوعة. يقول أنا غضبت، أنا لي شهر بعيد عن أهلي والفتن أمامي، جاهدت نفسي حتى لا أقع، واليوم أنا أول ليلة أنزل عند زوجتي فيحصل منها هذا. في المقابل أيضا بعض الأزواج بعض الزوجات تشتكي، ووقفت على هذا أيضا، تقول لي والله نحن اليوم في الشهر الثالث وما قربني. تعليقكم؟ لا، هذا على كل هذا نوع من
يقع إما لأسباب على كل نفسية وإما لأسباب حسية. الأسباب الحسية أن تتعلق هذه المسألة بأمراض، وهنا يجب عليه العرض نفسه على الطبيب ويعالج نفسه. إما أنها مسألة نفسية أيضا، وهذه تحتاج أيضا إلى معالجة، وإما قضية الإهمال والعياذ بالله، وأن هذا الشخص مثلا يقضي حاجته بطرق غير صحيحة. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي قضية، نسأل الله العافية، قضية الذنوب والمعاصي فيما يتعلق بالمشاهدات الغير مشروعة في هذا العالم المفتوح. خصوصا كثير من الناس تجده مبتلى بمثلا مشاهدة المسلسلات، مشاهدة الفيديوهات التي تصرفه تماما عن زوجه وتجعله يذهب في اتجاه آخر. فيبدأ هنا طبعا في المقارنات ما بين هذه الزوجة وما بين ما رآه، وهذا مؤثر جدا سبحان الله في العلاقات الزوجية، مسألة مؤثرة جدا. وهنا طبعا في نهاية المطاف إذا وصلت الزوجة إلى مرحلة أنها ستقع في مشكلة، عليها أن تتقدم مباشرة إلى حل هذه المشكلة أو الفراق، ما في حل آخر. يعني هي واحدة من القضايا التي يجوز لها في أن تطلب المفارقة وتطلب الخلع، هو أن الرجل عاجز أن يقترب منها أو يعفها. لكن بالنسبة للأخت هذه طبعا ما كان من حقها أن تمنعه، وهنالك بدائل كثيرة جدا، وهو إذا كان أتاها ما في ماء خلاص امشي تيمم يعني. فهي يبدو عليه صعبة الموضوع، والراجل جاي من سفر، وهذا طبعا شوية فيها نوع من التجاوز. لكن أنا في رأيي كان بإمكانها أن يعني يقضي الرجل حاجته، وما وجدوا ماء يتيمموا يعني. فالشريعة فيها الحمد لله اليسر والتيسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإمام كذا، وذكر الرجل وذكر المرأة أيضا. مسؤولية الأبوين في تربية الأبناء، هذه واحدة من الحقوق المشتركة يعني المعاشرة قضية مشتركة، أن المرأة لها هذا الحق والرجل له الحق. وهنالك حقوق متعلقة بالزوج فقط، هنالك حقوق متعلقة بالزوجة فقط. مسألة الطاعة مثلا متعلقة بالمرأة، مسألة القوامة والإنفاق والرعاية والتعليم والتربية متعلقة بالرجل. هنالك أيضا من القضايا المشتركة قضية الأبناء حقيقة من القضايا اللي حثت عليها الشريعة، أنك منذ البداية تحسن اختيار الأم بالنسبة لأولادك. هذه مسؤولية. فاصفر بذات الدين تربت يدك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى تنكح المرأة لكذا ولكذا، فاصفر وتنكح لدينها، فاصفر بذات الدين تربت يدك. فالنقطة الأولى في مسألة أنك تريد تربية لابد أن تحسن الاختيار، أن تكون هذه المرأة متدينة، أن تكون متعلمة، أن تكون تفهم على الأقل الثقافة العامة التي تستطيع أن تحسن بها رعاية أبنائه. هذه مسألة والمهمة جدا. النقطة الثانية أيضا الطرفين عليهم أن يراعوا سلوك أبنائهم، والشيء الذي سميناه بالتنشئة منذ البداية. هنالك قيم، ويقال بأن هذه القيم المساحة التي متاح فيها أن يأخذ الطفل أصول القيم هي إلى عمر 7، يعني يمكن بعدها فيها كثير فقيم الصدق، قيم الصلاة، الارتباط بالله سبحانه وتعالى، احترام الوالدين، رعاية الكبير، هذه القيم كلها يجب أن باختصار التعليم. هذا أيضا من الحقوق الشرعية التي يجب على الأبوين أن يقوموا برعاية الأطفال. وهنالك على كل الآن القوانين، ربما حتى الآن قوانين الدول بدأت تحدد ما هو السقف التعليمي الذي يجب على الأب أن يلتزم بأبنائه حتى يصلوا إلى مستوى معين. في 30 ثانية، ما هي نصيحتكم للشعب الإريتري وللأسر الإريترية؟ على كل ما أنصح به الأسرة الإريترية، الأسر الإريترية بشكل عام، أننا علينا أن ننظر إلى أن هذه الأسرة مسألة أساسية في بناء المجتمع. فإذا تماسكت الأسرة تماسك المجتمع، وإذا تفككت الأسرة تفكك المجتمع. وعلينا كذلك أن ننظر إلى هذه الأسرة بأنها هي النواة التي من خلالها نحن نؤسس بإذن الله سبحانه وتعالى للمجتمع الذي نتطلع إليه، وللدولة كذلك التي نتطلع إليها. وعلينا أن ندرك بأن مسألة الأسرة في الإسلام هي ليست علاقات يعني إشباع فقط للرغبات الفطرية ما بين الرجل والمرأة، ولكنها محاولة لتأسيس حياة صحيحة وحياة طيبة في الدنيا إلى الانتقال إلى حياة سعيدة في الآخرة إن شاء الله. جزاكم الله خير. الشيخ محمد عبد الله، رسالتكم للشعب الإريتري والأسر المسلمة. أنا رسالتي سترتكز حول محور واحد، اللي هو قضية الاستمتاع بين الرجل والمرأة. هذا حق مشترك زي ما ذكر الدكتور. الاستمتاع ليس أحادي الجانب، هو ثنائي الجانب.
ولا ينبغي أن يكون أحد الطرفين يعني يهتم والآخر لا يهتم، لأن هذا قد يؤدي إلى الوصول إن المرأة قد تلجأ إلى أساليب أخرى، وهذا مما يؤدي إلى انتشار الفاحشة في المجتمع. الكلام في هذا الموضوع ينبغي أن يكون من باب الضرورة، يعني بعض الناس يستحي أن يطرق مثل هذا الأمر، لا، ينبغي أن يطرق حتى يعالج. أما السكوت عليه حتى يتفاقم الموضوع إما إلى طلاق أو إلى أن تصل المرأة أنها تفجر والعياذ بالله، أو الرجل يؤدي هذا الأمر بشكل مغاير، هذا الذي لا نريد أن نصل إليه. فالشعب الإريتري المسلم ينبغي له أن يكون واعيا بأمور دينه وبأمور تكوين الأسرة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين سيكونون أسرتهم من الآن، ونسأل الله التوفيق والسداد. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد استفدتم، وآمل من الله سبحانه وتعالى أن يتجدد اللقاء بكم أنتم على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشمعة جديدة جميل. ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا ليل يا جنة عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها طفولتي. يا ليل يا أنت يا ضحية الحروب، يا أنت إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا